حق عاط، الحق حق عاط، الحق حق عاط. مين؟ لا تخرب حق عاط. الحاج حمزاوي. لا تخرب حق عاط. ايش مال؟ لا تخرب حق عاط. اي لا تخرب حق عاط. فين شغل؟ انت هتطلع حق عاط. انت اللي بتطلع؟ انت هتطلع حق عاط. ده احنا لسه مخلصينها الاسبوع اللي فات. انا اعمل ايش بقى حق عاط؟ بتخرب مش عارف اعمل ايه. بتخرب. قلت لك يا حاج حمزاوي الجوازه دي بلاش، الجماعه دول شادين في العريض. هي كانت عايزاه. عايزاه حق عاط. قايل لك لم على قدك يا ولد. ما انا عمال الم حق عاط وفي الاخر خربت علي. راح تجيب لي 7 بطاطين، جيب لي 7 الاشياء. انا ايش انا حق عاط؟ ما هي كانت عايزاه. ما عايزهاش اصبر ابدا. قول لي حق عاط بقى نعمل ايه؟ احنا لازم نفضل السيره دي. هنعمل ايش انا حق عاط؟ وده انا حق حمزاوي. هنعمل ايش حق عاط؟ ما تخرب. ده دي ما تخرب حق عاط. ده 10 شكوى كتير النهارده بسبب المسؤول خرب البلد. هنعمل ايش بقى؟ ما هو حق عاطه كده كده انا بتخرب. انا حق عاط على الطلاق. بص على الطلاق الجلابيه مقطوعه حق عاط. مقطوع. الطايه اتقطعت من كتر القهر يا حق عاط. قلت لك نسباتك دول بيشدوا في العريض. قايل لك شوف لك حتى على قدك ناس. يعني انا ماشي انا حق عاطه يعني. ما هي بنت الكلب. بنت الكلب اقول لها بلاش. بلاش دي. بتحبه؟ بلاش دي. بتحبه؟ بتحبه يا حق عاط. حبها بورس ياخدها. قول لي انت بقى. مرابطها ولا اللي خلفوها. طب قول لي نعمل ايش؟ نعمل ايش يا حق عاطه في السنين الخرا دي؟ المشكله ان انت وقعت في جماعه صعب. وقعت في جماعه صعب يا ولد. انت عارف يا حق عاطه؟ انت عارف الوليه حكمت عليا ان انا اجيب لها ثلاجه بدورين. الثلاجه بكاس بيبان. اه ده الثلاجه عامله 20,000 الوقت. اعمل ايش؟ وقلت عشان مالها ام 7000؟ مالها الثلاجه ام 7000 يا ولد؟ ما انا قلت يا حق عاطه ادام بتحب يا حق عاطه بقى قلت هتعيش معايا في ثبات ونبات. ما كملتش ما كملتش شيء. طب قول لي انت بقى يا حق عاطه نعمل ايه؟ بص يا حاج حمزاوي. احنا السيره دي مش هتنفع في البلد خالص. النساوين خربان. النساوين ممشيها الرجاله يا حاج حمزاوي. ايوه يا حق عاطه معاه. السيره دي مش نافعه. ده حقيقي. احنا عايزين بقى لنا حاجه ونلم نفسنا. السيره دي مش نافعه يا ابن عمي. ده يا حق عاطه خلي بالك. وانا جيت عليه كمان. ده انا ما جيتش عليه. ايوه. ده انا كاتب قايمه ب 500,000 بس. يعني ما كتبتش حاجه. الناس بتكتب ب 600 و 700 يا حق عاطه. احنا عايزين قايمه ب 300,000 جنيه تبقى مهوده شويه. نعمل ايش انا حق عاطه وفي الاخر ولا مش عاجبه حق عاطه؟ اصله بيشرب. بيشرب. انا عارف بنتك طيب وناصح. قول لي انت يا حق عاطه اعمل ايه؟ لا انت عارف يا حق عاطه انا عمال اجي وانا تعبت يا حق عاطه. اتدينت كتير. انت ايوه. ده الراجل بقول لك جايب الثلاجه منه ثلاجه دوريه. يا حاج حمزاوي عشان السيره دي اصلا مش نافعه في البلد خالص. احنا لازم نلم الدور في البلد. ماشي كلامك حلو. على قد جاز بطاطين. مش لازم انت تروح تتفشخ وتجيب لي مطبخ على مونتان. ده حقيقي. الناس مكتراه وثلاجه ب 20,000. ليش يعني ده كل ده؟ وانا مش عارف يا حاج عاطه والله يا حاج عاطه. احنا دلوقتي انا بنتي كده هتضطر. ايوه. ما تخرب يا حاج عاطه. ايوه يا حاج عاطه يا عم انت ربنا يعوض عليك. شوف يا حاج عاطه على الطلاق لابس الجلابيه فرده يا حاج عاطه. انت شايفك شيان في الارض. بعمل ايه؟ والوليه كل يوم الفجر تروح تجري. وانا كل يوم الفجر اروح اعصر طماط مع الناس. تعبت يا حاج عاطه. يعني انت شغال من جنب ويا من جنب. وفي الاخر هو يروح يشرب السجر تاني يا حاج عاطه والبنت تقول له كل يوم مغمور. كلها بتيجي زعلان. خرب بيت اعمل ايش ايوه انت شوف لي حل بقى. بص يا حاج عاطه. بص يا حاج حمزاوي. اتفضل. احنا نحاول نروح الضرب. ماشي بس يا حاج عاطه زي بقى. بس احنا البلد وخلاص يا ولد. هنعمل ايش؟ يا حاج عاطه يعني نصيبها كده. يعني احنا يا حاج عاطه عملنا النصب ونكل ونعمل ونسوي يا حاج عاطه ونجيب الثلاجه ونجيب الغساله ونجيب البوتاجاز ونجيب انبوبتين وغسالتين وثلاجتين. ماشي يا حاج عاطه. يا حاج حمزاوي. يا حاج عاطه احنا خلاص. يا حاج حمزاوي قايل لك ما تجيبش لام العريس حاجه. احنا سيرتها احنا عايزين نبطلها. ماشي يا حاج عاطه. العريس تقول لك عايزه سبت وعايزه مدوريش وعايزه بصريش وسيره ما يعلم بالله ربنا. ام العريس عايزه لها 10,000 لوحديها. طب يا حاج عاطه احنا عايزين نلم ايه؟ كل واحد فينا يبقى عنده ضمير وراعي ربنا ويلم دور. انا هقول لك على حاجه يا حاج عاطه. ولا تجيب لي ولا اجيب لك يا عم. انا بنت كده السيره كده هتطول بنت تطلق. يعني كده هتطلع ما تروحهاش. كده هتطلع يا حاج عاطه. لا يا حاج عاطه
ما تعمل محاولة لا كمان. لا ما اعملش محاولة. انا حق عطا، انا كفرت حق عطا. اعمل ايه؟ اجيب من ايه؟ اجيب من انا حق عطا. ايوه كنت بودي شكاير يا حق عطا. ما دي غلطة البلد، عشان المفروض كلنا نقعد مع بعضينا ونشوف الموضوع في الحل ايه. قول لي انت بقى يا حق عطا، ما فيش بلد بقى، بلد ايه؟ لازم نمشي على القد يا حاج حمزاوي. قد ايش يا حق عطا؟ يا حق عطا بقول لك بنت هتطبق تقول لي بلد ايش؟ احرق البلد واحرق اللي فيها. انا بنت خلاص بنت هتيجي تقعد فيه. انا معيش اتجوز حد تاني، انا معيش. لا هو انا طالما معايا اتجوز حد. روح لك انت فين يعني يا حق انا اللي عطا؟ فيها مكفين. انا رحت للدنيا كلها، قال له روح للحق عطا هو اللي بيحل. حل الحق عطا، حل. خلاص مطلقها. مطلقها يا حاج، مطلقها. هي هم هيشتروني هم يعني. ماشي يا حاج يعني هم هيشتروني. انا ساكن انت وبنتك يا اخي. انا ماشي. ازيك يا حاج عطا؟ الله مين؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا شيخ؟ اخبارك عامل ايه؟ تمام والله. والله عايزين نطلع البت دي، الراجل مغلبنا والله. ليش كده؟ والله يا والوليه مرته والله محنضلنا ما عارفين نعيش. يحرق العيشه وسنينها، ده راجل شبر ونص الله مغلبنا. مغلبك؟ والله يا عم تعالى شوف لي الحل ده يا حاج عطا. انا عارف ان حماتك شديد. والله ما عارف اعمل ايه، تعبت عايز اشوف اكل عيش واشوف عيالي اللي طالعين دي اللي مبهدلوا في الدنيا. يعني خلاص هنورطها. يا عم نورتها والله، نشوف كل واحد يشوف مصلحته. طب تعال انا عارف مكانه فين. يلا نروح له يا حاج. يلا يا بس حبيبي. الراجل ده ما بيكبرش لحد. انا عارف ان هو نسيبك مزاره. حاج حمزاوي. اتفضل حاج حمزاوي. عندك حق عطا. جبت لك نسيبك. اوه على القرف والزهق. اهو يا حاج عملها كلامك في الحوار ده. الشيء ده. الشيء ماشي يا حاج حمزاوي مالك؟ وانت جايبوا لي حق عطا هنا؟ عايزين نروحها. يا عم انا بنتي هتتطلق. يا عم وانا عايز اطلع وارتاح من الناس دي. انا خلاص. جرب مره كمان. هو ده بتاع شغل. يا عم انا عايز اطلقها، انا عايز اطلقها. يا بقول لي مش ده شغل. انت عارف ده اخره ايه؟ اه يقبل يشتغل قست ايام ويقعد. بنت عايزه تاكل، على الطلاق جايب لي الكافي. والله ما حارمها من حاجه يا حاج عطا. يا حاج عاطف انت عارف اللي بيتكلم ده اهو. السنه اللي فاتت مودي لك خروف ولا لا يا؟ ايوه حصل يا حاج عطا. اهو يا حاج عاطف مودي له خروف. الثلاجه مليانه من خيرات الله، بس هي اللي مش عايزه تعيش ماشيه ورا امها. اهو امها مين؟ امها والله امها اللي مبوظه الدنيا. امها ما تقدرش طول ما انا عايش ما حدش يقدر يمشي كلمه. والله امها يا حاج عطا. الراجل ده ما بيكبرش لحد وماشي ورا مرته. انت على الطلاق. يا حاج حمزاوي انت مش قادر مرض. انا مش قادر مرتي. عشان هو قاعد عمال يشكيل. يا جدع اقول لك كلام حلو يا جدع. انتوا عقولكم فين؟ مرض اشو بتاع ايه؟ مرته تروح. هي مرض اللي جت شكت لك ولا انا اللي جيت لك؟ انا ما فيش مخ ليه. مرته تروح. مرتك تقول له يا بنت ما تروحيش، خلي قلبك جامد واقعد. لا انا هطلق. ما فيش الكلام ده. هو قاعد قدامك اهو يا حاج عاطف. ايوه تدي لها مصاريف. بديها يا حاج عطا 200 بس العيشه غاليه من فوق، نعمل لها هي. 200 هتوكل محمد ولا توكل مصطفى ولا تجيب له كدالس ولا توديه الحضانات. يا حاج عاطف خلي الكلام يخش العقل. يا 200 جنيه بتعمل حاجه؟ يا حاج عطا انا عايز اطلع في السنه دي، انا عايز اطلع الليل. اللي بيتكلم ده هو يا حاج عاطف وعمال يخبط لك على الارض. كل الطماطم ب 25 جنيه. احنا نعمل ايه؟ العيشه غاليه من فوق يا حاج عطا. وانت ضارب تزهق. ما انت كله يا حاج عطا كله على عايزين نطلع، السجاره. شوف حل انت. كله على السجاره. على السجاره يا شحتين. انا قلت لك لو تصرف معايا يا حاج حمزاوي عشان اقدر اطلق. بص يا حاج حمزاوي عليا الطلب، انت طلب الثلاثه ما قاعده معايا تاني. هي دي رجاله اليمن دول. وبدا يا عمار ده عايز سجاره. عايز سجاره دي. انا قلت لك عيل باي. قلت لك هي دي شباب. يعوض عليك ربك. ده عايز اللي انت قل ده يروح على السجاره. يعوض عليك يخرب ربنا يا بيت. حاج حمزاوي. انا قوم يا راجل انت بتجيب لي ايش يا راجل؟ حد الله بيني وبينك يا راجل روح يا راجل. بنتك مش بتعيش. روح يا راجل روح. روح البطل يا حاج حمزاوي. ايه يا جدع بقى حاجه صعبه قوي. حاجه صعبه والله. ليش بس خير؟ يسوون خرق البيوت. الحقيقه يا حاج عاطف الحقيقه يا جماعه احنا بنعمل فيديو انا والحاج عاطف الحل اللي ماشي في البلد دلوقتي. كل واحد بيجوز بنته وبيبقى عايز يسترها. دلوقتي الشباب حاول تصلح من نفسها وتلقى امورها. الواحد يتهاون مع نسيبه برضك، يعني ما يحملش على نسيبه ولا انت تحمل عليه ولا هو يحمل عليك. اقل حاجه عشان خاطر الطلاق اللي ماشي كتير في البلد اليمن ده. انت بتتجوز وبتكون نفسك وبتفتح اسره وفجاه تلقى الاسره اتفكت.
لا يا جماعه، احنا عايزين نبقى ناس كده عندها عقل ومنطق كده، ونفكر بعقلي وما نسمحش لحد. يعني نرجو من الناس ان هي مثلا ما تسمحش لحد، ما يجيش حد يقول لك ايه يا عم روح طلقها، لا يا عم حل مره وانما ثلاثه، عشان خاطر ايه نسبه الطلاق تقل عندنا في البلد شويه، عشان ده ما يرضيش ربك. انت دلوقتي بتجوز اختك، او انت مثلا بتجوز بنتك، بتروح تجيب دلوقتي بتخش لك في 600,000 و700,000 عشان تجوزها. يا حاج حمزه واحنا عايزين نلم نفسنا برضك شويه. بالنسبه للحريم، حريم خرب البلد يا حاج حمزه. الحريم اللي بتروح تجيب لك انبوبتين وغسالتين وثلاجتين. مالها ام العريس يا حاج حمزاوي؟ ام العريس عايزه ايه؟ احنا يا حاج عطا ده بقى ده امور برضه، احنا كده ما ينفعش يا حاج حمزاوي، ما ينفعش يا حاج يعني عطا. الواحد كفايه عليه بيجهز بنته والعريس بيجهز نفسه وهي متهاوده شويه. بالظبط. فاحنا ارجو من الناس يا جماعه بعد اذنكم، مش عايزين نحمل على بعض، عايزين نحمل على بعض، احنا عايزين نشيل بعض ببعض كده، ولا بقى ام العروسه ولا جبت لا، حاجه بنتك اللي هتحتاجيها بس فقط لا غير. وشكرا.